بسم الله الرحمن الرحيم. اول مره راح نبدا معاكم، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم وان شاء الله يعجبكم وصفاتي. راح نبدا لكم باول تحليه، هي تحليه راقيه جدا بنينه بزاف، نتمنى تجربوها وتعجبكم. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندكم اطرا حليب، 2 مغارف فرينه، 3 مغارف كبار نشا، فاني، صفار بيضاء، نص كاس سكر. والسكر الكاس تاع السكر العيار 240 مليلتر. نظن كامل عندكم هذا الكاس تاع نيتيلا او يوزن 240 مليلتر. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحطوا الفرينه، نشا، نحطوا كلش مع بعضه، صفار بيضاء، نخليو غير لافاني حتى طيب، بقى لنا النكهه. نحطوا السكر، نخلطوا كلشي مع بعض، نديو نحطوها على نار هاديه مع التحريك المستمر حتى تتقل. هاك تشوفوا فيها هاي تقلت. ها هذا هو لا كونسيستونس اللي نحوسوا عليها. هنا بعد ما طابت، ها كيفاش تحصلوا عليها هكذا تجي. هنا نزيدوا لها لافاني، حركوا، كنقسموهم على زوج. وحده نحطوها هنا، وحده نحطو لها هنا. نحطوا له الشوكولا، 80 غرام شوكولا، تكون من نوعيه جيده. ونحركوه حتى تذوب. هاي كيفاش تولي. تجيكم الجزء الابيض اللي خليناه ابيض، نزيدوا له بذور الخشخاش او البافو، راهم متوفر في المحلات. نزيدوا مغرف كبيره. دركا كل جزء نزيدوا له 100 مليلتر تاع الكريمه السائله لا كريم فريش، ونضربوه بالباتير. هذه الطريقه تخفف لنا الخير. هكا هذا ثاني نديرو لا كريم فريش. نهزو نحطو مغرف. دابا باقة الشوكولا هي الاولى.
الثانيه هي طبقه البافو. هي بكسر المونتاج تجيب ليها اللي كرهت. الطبقه الثالثه والاخيره عباره عن عصير البرتقال، يكون طازج. عندك 3 كيسان عصير برتقال، 2 مغارف كبار معمرين نشا، ونص كاس سكر. نحطو سكر ونشا، نخلطو مليح ونديوها على نار هاديه، نبقاو نحركو حتى تتقاد. والسكر هنايا على حساب البرتقال، اذا كان حلو بزاف نقصي شويه، اذا كان حامض زيدي. بقاو تحركوا حتى توصلوا لهذا القوام. راهي ثقيله هنا كي تشوفوا الحواف بدات تغلي، نخليوها واحد دقيقتين ونطفيها. بعد ما خلصنا وخليناها في الثلاجه بردت مده 4 ساعات على الاقل، نروحوا الان للتزيين. نحطوا شويه نواه كوكو، انتي واش عندك؟ ونص حبه من الكرز المصبر. هكا هاش كيفاش تجي لاكوب. هي تحليه لذيذه بزاف، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نعطيكم كيفاش تجي هذه هي وصفة اليوم. نتمنى كنت خفيفة عليكم وعند حسن ظنكم والفكرة وصلتكم. نتمنى تجربوها، وإذا عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد. في أمان الله.